يملك من طاقة، كأنهم يقولون نحن هنا لنسعد نادينا. هذه الجماهير لا تشجع فحسب، بل تعلمنا دروسا في الإخلاص. إن أردت أن ترى الحب في أبهى صورة فانظر إلى مدرجات النادي الأهلي. صافرة حكم المباراة. تقبلوا تحياتي محبكم سعد يحيى، ويسرني أن ألتقي مع حضراتكم هنا في مباراة هذا المساء، حيث نادي هذا المهاجم الإنجليزي الذي استطاع أن يحجز مكانه وخانة أساسية لدى خيارات إلى الماني ماتيسيا يسلم. ضربة حرة مباشرة، إيفانتوني، الله، قوية من هذا المهاجم الإنجليزي، لكنها تحولت بهذه الصورة إلى خارج أرضية الملعب. الأهلي في آخر 5 مباريات في الدوري عنده 3 فوز وتعادل وخسارة. انطلاقة وحدوية عن طريق يوسف أمين العراقي، تسديدة، الله، يا سلام على تسديدة هذا العراقي الشاب. يتقدم إلى الأمام، طلب كرة من النجعي، غير رأيه، مررها إلى يوسف الأمين، وحداوية بانتظار العرضية. يوسف أمين عدى، يوسف داخل منطقة الجزاء، عادت مرة أخرى إلى سعد بقير، يلعب الكرة إلى سعيد المولد، عرضية داخل منطقة الجزاء. الروماني كيريتو، تسديدة، التسديدة تحولت. جهني يلعب الكرة أهلاوية من الطرف الأيسر، المحاولة عن طريق السعد بالعبيد، في محاولة عندها الكرة الآن، يبحثون من خلالها عن تسجيل أول أهداف المباراة، ويبحثون من خلالها عن الوصول إلى مرمى العواشير. زياد الجهني، تسديدة، الله، يا سلام، أهلاوية لمصلحة رياض. جابريل فيجا، الله، ما زالت بالراس من فراس البريكان. سعد بقير في محاولة، سعد بقير، لكن خلصها الدفاع عن طريق ديميرال. يتقدم إلى الأمام، هجوم عن طريق الدفاع، هجوم عن طريق الدفاع. فراس البريكان الآن يلعب الكرة إلى إيفانتوني، الله، هذه المرة العارضة يا إيفانتوني، هذه الأولى القائم والثانية العارضة لهذا المهاجم الذي أعلن عن نفسه في المباريات القليلة الماضية. هذا سعيد المولد، واحد من الأسماء اللي كانت حاضرة في العصر الذهبي مع النادي الأهلي في موسم 2016. نتحدث عن تلك الثلاثية التاريخية التي ما زالت عالقة في كل أذهان مشجعي النادي الأهلي. هذه كرة من الجهة اليسرى، أهلاوية في محاولة داخل منطقة الجزاء، التسديدة، السقوط، وما زالت خطيرة لكنها أبعدت من جانب جونينيو باكونا. جونينيو باكونا، الأهلي يهدر كم هائل من الهجمات، والنجعي في محاولة، يحيى نجعي تقدم إلى الأمام وسقط على أرضية الملعب، وبطاقة يبدو بأنها من نصيب المدافع علي مجرشي الذي يتلقى البطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة. بطاقة صفراء على مدافع النادي الأهلي في الدقيقة 42 من عمر شوط المباراة الأول. علي مجرشي اللي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، تحسنت مستوياته كثير في هذا الموسم. اللاعب الذي استطاع أن يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، اللاعب الذي تلقى الكثير من الانتقادات. يلعب الكرة إلى مشعل العلائلي، الظهير الأيسر الذي لم نشاهده يتقدم كثيرا في هذه المباراة. مشعل العلائلي ربما تعليمات وتوجيهات المدرب بعدم التقدم من الجهة اليسرى وعدم ترك مساحات لرياض محرز. الآن الكرة عرضية بالراس، الله على رأسية إيغالو، لكن يتألق إدوارد مندي ويبعد كرة. محبكم سعد يحيى. يبدأ شوط المباراة الثاني، الشوط الذي من خلاله ربما تتغير الأمور. وجابريل فيجا يلعب الكرة إلى إيفان توني من الجهة اليسرى. أهلاوية في محاولة، يريدون بداية قوية في شوط المباراة الثاني، عرضية بالراس. الكرة بعد ذلك تحولت بهذه الصورة. يحيى نجعي بالواجبات الدفاعية الذي يعود، لكن خطفها فراس البريكان إلى جابريل فيجا، عرضية من سعد بالعبيد. إيفانتوني داخل منطقة الجزاء، أبعدت وتخلصت، مرتدة وحداوية، مرتدة وحداوية. يوسف أمين، لكن يا سلام يا سلام على الافتكاك وعلى قطع الكرة من جانب علي مجرشي.
في اللقطة الماضية عادت إلى رياض محرز، لم يظهر بمستواه في شوط المباراة الأول، لم يظهر بليالي رياض آسيا، لم يظهر بليالي استحواذ أهلاوي في هذه المباراة. ومع بداية شوط المباراة الثانية الأهلي بدأ يتحرك إلى الأمام بشكل أكبر، تسديدة فرانك كيسيه لكنها تحولت بهذه الصورة إلى خارج أرضية الملعب تحت نظرات ماتيس ياسلي المدرب الألماني الذي يواصل. وهدف لويس غوستافو المرة الوحيدة في الدوري اللي فاز الوحدة على النادي الأهلي ذهابا وإيابا. الأهلي سبق له أن فاز على الوحدة ذهابا وإيابا على مستوى المحترفين 6 مرات. فرانك كيسيه في منتصف الملعب يلعب الكرة عالية، فراس بريكان، تحذير من رياض جول للأهلي. مدافع القلعة تعلن عن الضربة الأولى وبواسطة رياض محرز وبواسطة الجزائري الذي يجدد معها الولاء والعشق والانتماء للقلعة الخضراء. الله يا رياض، قذيفة، أطلق قذيفة في مرمى العويشير معلنا تقدم القلعة، معلنا تقدم الراقي، معلنا تقدم النادي الأهلي. الله الله الله، حاول معها العويشير لكن من اليوم الأول من دوري روشن السعودي للمحترفين. اليوم كان عندنا مباراتين، القادسية على أرضها انتصر من أمام الخليج 1-0، النصر على أرضها أيضا انتصر على نادي ضمك بهدفين مقابل لا شيء سجلها كريستيانو رونالدو. هذا الهدف أو هذا اللقاء الثالث والأخير من اليوم الثاني من الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين. عندنا يوم غد بمشيئة الله تعالى 3 مباريات، عندنا ديربي القصر وسيستمر معه سلسلة النتائج الإيجابية والانتصارات بالنسبة للنادي الأهلي. هذا رياض محرز في محاولة ضربة حرة مباشرة لمصلحة النادي الأهلي، والنادي الأهلي النادي الذي استطاع أن يحقق، لكن نتابع رياض التسديدة من رياض. النادي الأهلي والرقم الأعلى في سلسلة عدم الخسارة في 51 مباراة للنادي الأهلي، ما زال هذا الرقم هو لشوط المباراة الثانية. ركلة زاوية وحدوية عند جونينيو باكونا لفرسان مكة ولأحمر مكة. جونينيو باكونا يلعب الكرة بالراس عن طريق عبد الله الحافظ، لكنها تحولت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. الكرة التي حاول سعد بالعبيد يلعب الكرة إلى إيبانيز، عادت أهلاوية إلى رياض محرز، يغير اتجاه الكرة إلى إيفانتوني داخل منطقة الجزاء. مجموعة من التمريرات الأهلاوية. إيفانتوني يلعب الكرة إلى رياض. الله الله، طيب عشان الأسيست من رياض يا جابري فيجا، عشان الأسيست من رياض في موسم 2016 في ذلك الموسم التاريخي والجيل الذهبي بالنسبة للنادي الأهلي. آخر الأسماء التي تبقت من الجيل الذهبي نتحدث عن وليد بغشوين وبعض الأسماء القليلة التي ما زالت تتواجد في المستطيل الأخضر. مراد راح الله، أوه يا مراد خضري، لكن جابها إدوارد مندي. يلعب الكرة إلى علي مجرشي. الله تقدم، الله يا علي مجرشي من الجهة اليمنى. العرضية وصلت إلى العويشير، العرضية لم تكن داخل منطقة الجزاء بعد المجهود الكبير من جانب المدافع علي مجرشي في اللقطة الماضية. ماتيس ياسلي بدأ يشعر بالكرة التي غادرت بكامل محيطها على جابريل فيجا في اللقطة الماضية، عادت إلى ألكساندرو كريتو. الدقائق القادمة هل تحمل معها التغيرات؟ هل تحمل معها الجديد في شوط المباراة الثاني والمباراة؟ جونينيو باكونا في محاولة إلى على حجي. جونينيو باكونا مرة أخرى إيجالو يتركها إلى سعيد المولد. العرضية من سعيد المولد، لكن التدخل من جانب سعد بالعبيد. الكرة على ساعة الأوروغواياني، وبالفعل في هذه اللحظات يطلق حكم المباراة الأوروغواياني ستيفيان أوستوجيت شافرته معلنا عن انتهاء شوط المباراة الثاني والمباراة بفوز النادي الأهلي في هذه المباراة بهدف مقابل لا شيء.
سجله اللاعب رياض محرز. مبروك هذا الفوز للنادي الأهلي والوصول إلى النقطة 20 والوصول إلى المركز السادس في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين. هارد لك وحظ أوفر لنادي الوحدة. وفي الختام